الموقع الرسمي للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الحمد يقدم هاج الفؤاد وبح صوت الحادي وبكى من الألم الجليل فؤادي وتجهز الحجاج في وله وفي شوق وفي حب وفي إسعاد وأنا المتيم بت ليلي ساهرا والجفن قرحه أنين الصاد جد المسير وحان وقت رحيلهم يا لهفتي يا رغبتي وودادي وأنين صدري لو سمعت لوقعه صوت يحن للونه المعتاد حتى إذا روى الحجيج ليومهم في يوم ثامنهم وأرض معادي رووا قلوبهم وقلبي ظامئ من يا ترى يروي الفؤاد الصادي ومضوا إلى عرفات يحدو خطوهم صوت الملبي حين هز فؤادي وكأنني من بينهم متهلل أصغي لخطبة شيخنا المعتاد صلوا صلاة الظهر والعصر التي يرجون فيها وقفة للزاد وكأنني من بينهم متهلل أصغي لخطبة شيخنا المعتاد صلوا صلاة الظهر والعصر التي يرجون فيها وقفة للزاد وأنا جمعت الحزن مع جرحي وقد عبثت بي الذكرى مع الإشهاد وتوجهوا لله في دعواتهم في لهفة وتوجع ووداد ولهم بكاء في الأصيل ترى به قلبا من الإشفاق ليس بغادي يهتز جسم العبد نحو مليكه ويخالط الأنفاس صوت جهادي ومناظر الحجاج في عرفات قد أسدت لنا نوعا من الإسعاد يا لهف روحي للوقوف جوارهم حتى أفوز بأعظم الأمجاد فإذا دنت شمس الغروب رأيتهم يبكون حزنا مع أليم بعادي يسرون في جمع إلى جمع وقد حملوا همومهم مع الأزواد رفعوا الأكف بمشعر شعروا بما أعطاهم الرحمن من أوراد
فإذا أتى يوم لعاشرهم ترى صوت المكبر عم كل منادي، ورموا لجمرتهم وقد نحروا به، وسعوا وطافوا حلقوا وأجادوا، وأنا نحرت القلب من همي، وفي عيني دموع أحرقت إسعادي، لكنني أرنو لنحر خطيئتي. يا رب جودك يا عظيم مرادي، باتوا منا وتبادروا نحو المنى، وأنا منايا تعثرت بمدادي. رموا الجمار وأعلنوا نصرا على إبليس في حشد من الأشهاد، ورنوا إلى البيت العتيق وودعوا، وأنا المتيم قد ودعت مهادي. يا رب يا رب وفدك أعلنوا إيمانهم، فاقبل لهم حجا وجد بالزاد، وتولني بعظيم جودك إنني حججت قلبي مع عليم بعادي. يا رب جودك يا كريم، فأعطني سؤلي ويسر طاعتي وجهادي برحمتك يا أرحم الراحمين.